الكنافة بالمانجا طبعا مفيش حد ما بيحبهاش، وفي البيت بتكون احلى كتير من بره. كفاية قرمشتها وتقدروا تظبطوها اكتر كتير من بره. في الاول هحضر الشربات او السيرب، عبارة عن كوبايتين من السكر لكوباية واحدة بس من المية. الشربات بتاع الكنافة بيكون شربات تقيل. كوبايتين من السكر، وبنفس الكوباية اللي عايرنا بيها السكر هنضيف بيها كوباية من المية وشريحتين من الليمون، وهرفعهم على النار. في الاول بتكون نار عالية لحد ما يبتدي يغلي كده من الجوانب. بخلي النار متوسطة علشان السكر كله يدوب، ومش بقلب بمعلقة خالص عشان ما يسكرش معايا. واول ما يوصل للمرحلة دي ان هو ابتدى يغلي، بهدي النار واسيبه كمان يغلي 3 دقايق على نار هادية، وبكده يكون الشربات جاهز معايا، وهركنه لحد ما يبرد تماما. هنحضر الكريمة، عبارة عن كوبايتين من كريم شانتيه الخام الغير محلى لكوبايتين من المية او الحليب البارد، ومعلقتين من السكر البودرة. يعني لكل كوباية كريم شانتيه معلقة من السكر البودرة، وهضربهم مع بعض كويس لحد ما نوصل لقوام الكريمة المظبوط. يعني بتكون ليها اهو منقار زي كده ومتماسكة. وهدخلها التلاجة لحد ما نحضر الكنافة. الكنافة عندي كانت في الفريزر، هاخد منها هقول لكم المقادير لنص كيلو. انا استعملت اكتر من نص كيلو بشوية. هقول لكم المقادير لنص كيلو. هضربهم في الكبة. انا جايباها مقطعة، مش كنافة شعر. لحد ما توصل للمرحلة دي هضربها في الكبة عشان اتأكد ان مفيش فيها تكتلات، وان هي كلها نعومة واحدة. هضيف على الكنافة معلقتين من السكر البودرة. نص كيلو كنافة هضيف عليه معلقتين من السكر البودرة. السكر البودرة بيساعد ان هي تاخد لون حلو موحد وهي على النار، سواء هنعملها في الفرن او على النار زي كده. وعلى النار نص كوباية من السمنة هسيحها وهنزل عليها بالكنافة، وهستمر بقى في التقليب وعلى نار هادية. هي هتاخد وقت شوية بس علشان النتيجة تكون حلوة. لازم النار تكون هادية تماما علشان نوصل للون الذهبي الحلو، وما تاخدش لون غامق زيادة او تتحرق مننا. هنا ما شاء الله شايفين ابتدى لونها يغير علشان اتغلفت كلها بالسمنة. فاستمر بالتقليب لحد ما نوصل للنتيجة الحلوة دي. هنا اللون تحفة. هنا خلاص هطفي النار. الكنافة بقت جاهزة، وهضيف عليها الشربات البارد. لازم الشربات يكون بارد تماما والكنافة سخنة. هضيف شوية من الشربات. هنا ما استعملتش الشربات كله، يعني تقريبا بناخد نصه. هنا تقدروا تتحكموا في القرمشة بتاعة الكنافة عن طريق إضافة الشربات. يعني لو عايزينها متماسكة ومقرمشة والطبقة متماسكة كده بزيادة، ضيفوا شربات زيادة شوية. لو حابينها تكون يعني تاخدوا منها بالمعلقة تتقطع بسهولة، قللوا الشربات. تمام كده. بس أنا بحبها تكون مقرمشة علشان لو قعدت في التلاجة لتاني يوم يعني ما تطراش زيادة، لأن طبيعي الكنافة لما بتبات بتطرى. هبتدي اوزعها في القوالب. انا هعمل منها هنا كذا قالب. في قوالب هعملها طبقة واحدة، وفي هعملها طبقتين. وببتدي اضغط على الطبقة اللي تحت بس علشان تكون متماسكة، عشان لما اجي اقطع منها قطعة او اخد منها بالمعلقة تكون الطبقة اللي تحت متماسكة وتقدر تشيل الطبقات التانية اللي فوقيها. بعد كده هضيف الكريمة. الكريمة هنا حطيتها في كيس تلاجة عادي وعملت فيه فتحة، وابتدي اوزع بيه الكريمة، او توزعوها بالمعلقة زي ما تحبوا. انا هعمل بالطريقتين وهبتدي اسويها. تقدروا طبعا تستبدلوا الكريمة بالمهلبية او الكريمة الكدابة زي ما تحبوا، بتكون برضو حلوة جدا، وكمان بتكون اخف من الكريمة. بس هي اصلها بتتعمل بالكريمة. كنافة بالمانجا بتتعمل بالكريمة. وكمان لو ضفنا معلقة من القشطة للكريمة بتكون تحفة، بيكون قوامها غني وطعمها كمان غني جدا. هوزع الكريمة كويس جدا واتأكد ان يعني السطح بتاعها متساوي. وبعد كده هضيف عليها المانجا، سواء بقى احنا هنعمل طبقتين من الكنافة او طبقة واحدة، ايا كان هنضيف قطع المانجا. وهنا حضرت جيلي مانجا. الجيلي بيساعد بيدي يعني لمعان للطبقة الأخيرة، وكمان بيساعد ان المانجا بتكون متماسكة. استعملت هنا 2 باكت من جيلي مانجا. ضفت عليهم كوبايتين ونص بالظبط من المية عشان يكون جيلي تقيل ومتماسك، ولو قعد بره التلاجة ما يسحش بسهولة.
بعد ما دخلت التلاجة وخرجت متماسكة وتحفة جدا. دي كانت مانجا بيوريه مش قطع، انا عملت بالاتنين. يا رب الفيديو يكون عجبكم وتجربوا الوصفة. ما تنسوش لايك وشير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.